بنتي هي كانت دايره زوارينه دات راسها غترافقني وهي تضربني. جلست وكنت نضرب غير فيها وكنقول لها وجهي مشى بيا وانا ما درت لها والو. خلينا كده تعرف نكرر بعمليات تقلب برايم هو برادري واحد قاعد يمشي عرفتي كيجي المحكمه بعدا رجع تعرج مسكين قال لها طب والله الا في واحد السيف. كنت خيط درت 56 غرزه من الداخل ومن على برا. دوزت شهرين ديال الحبس و5 مليون غرامه اللي خرجت لي المحكمه. 5 مليون غرامه باقي دابا ما شديتهاش. كتنسى تيقولها ليا عرفت كتفرج في الحبيبه ديالي سليمه في الماء 56 مش 54. اسكرين هاد الله شوف غير دير لي اسكرين غير كون تيقول لهم ديري بلان دو موناس ولا كتهددني كتهدد عليا. كتجي قدام دارنا كتصور كدير دي فيديو كدير عليا دي لايف كتسبني كتسب بابا حيت مشلل. السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبافضل حال. اليوم غادي نحكيو قصه واحد البنت اللي سميتها سلمى، بنت من مراكش من مواليد 2006 ساكنه في حي شعبي، كتعيش مع والديها وخوتها. الاب من ذوي الاحتياجات الخاصه والام هي المعيله الوحيده للاسره. وسط ظروف صعيبه كانت سلمى كتحاول تكون من المتفوقين، كتقرا مزيان وكتجيب نقاط ممتازه، وكان عندها حلم بسيط انها تنجح وتفرح والديها. ولكن للاسف غادي تعيش معاناه كتقطع القلب. بغيتكم تشوفوا الفيديو حتى لاخر دقيقه وتخليوا التعليق ديالكم وتبارطاجيو الفيديو باش توصل القصه ديالها لاكبر عدد ممكن وتولي القضيه الراي عام. ما تنساوش تشتركوا في القناه. ودابا يلا نسمعوا القصه. في سنة 2022 كانت سلمى كتقرا في السيزيام. واحد النهار مع 4:30 كانت كتسنى صحاباتها باش يدخلون حصة الفيزياء، حتى جات عندها واحد البنت من نفس المؤسسة وقالت لها علاش كتخنزر فيا. بداو كيتغنوا مني منك خنزرتي فيا ما خنزرتيش فيا وتزايدوا في الهضره بلا ما يوصلوا لمشادات جسديه. سلمى دخلت من القسم وكملت النهار ديالها ونسات الموضوع، ولكن الشر كان كيتربص بها. في النهار الثاني كانت سلمى مريضة وتأخرت شوية. دخلتنا المدرسة مع 10:30 وصدفة لقات نفس البنت واقفة قدام الباب وما بغاتش تخليها تدخل. هداتها وقالت لها انتينا في الزنقة، شنو دابا ندير لك؟ سلمى حاولت تجاهلها وقالت لها كاع شنو في جهدك ما دير، عنتناتفو ونتشوهوه هادشي اللي بغيتي. ولكن هيداك اعتذرت منها وكانت مقتنعه ان المشكل تسالى. ولكن اخوتي ديك البنت كاع ما بغات تراجع وما تقبلتش الامر، غير عطات سلمى بالظهر جرات من شعرها وبداو كيتناتفوا. التلميذات فرقوهم وسلمى دخلت من المدرسه. ولكن هذه ما كانتش اخوتي نهايه القصه، بل كانت البدايه فقط. البنت ما بغاتش تسكت ومشات كتشري الزيزواره يعني شفرة الحلاقة ورجعت لوسط المدرسة. قبل هادشي هذا جاو شي بنات كيحضروا سلمى وكيقولوا لها البنت اللي دبستي معاها راه حلفانه فيك وباغيه تخسر لك وجهك. سلمى ما توقعتش الامر، يعني ما قالت ما يمكنش توصل بها الجرأة هاد الدرجة، وكاع ما داتها في الهضره. في نفس اللحظه جات ديك البنت وبغات تهضر مع سلمى اللي كانت مصدومة وما باغاش تعاود تواجه معاها. ولكن في ديك اللحظة هجمت عليها وضربتها بالززوان في وجهها ضربة قوية. الدم طوش، البنات تخلعوا والساحة ولات فوضى. وسط الصدمة ديال سلمى سحاب لأنها غير ضرباتها غير طرشاتها، كانت باغية أنها ترد لها الضربة، ولكن ملي بقات كتشوف الدم بقات كتغوت من حاد جهدها. المدرسة كاملة سمعاتها وناضت كتجري ومشات مباشرة للإدارة، الملجأ الوحيد اللي بان قدامها. ما استنت حتى شي واحد، كانت كتقول غير واش وليت خايبة. دخلت ووجهها مشوه، دمها كيسيل وكتغوت وكتبكي حتى نهارت تما وخداوها على جنب. وأي أستاذ كان كيجي كيتصدم من منظر سلمى وهي كلمة وحدة في فمها، واش وليت خايبة. جاو الإسعاف وخداو سلمى في حالة يرثى لها،
ملي وصلت للمستشفى محمد السادس خيطوا لها وجهها ب56 غرزة. الصدمة كانت قوية لدرجة أنها نسات راسها، نسات سميتها، نسات والديها، دخلت في حالة غيبوبة. الألم كان فوق التحمل. جا واحد الشخص لابس كوستيم وسول على الحالة ديال سلمى اللي ظنت في ديك اللحظة أنه من الإدارة والنيابة، ولكن هذاك السيد من داك النهار ما بان. جاو البوليس وشدوا البنت المعتدية ومشاو للكوميسارية واعترفت بكل شيء. المؤلم في هذه القصة ماشي غير الاعتداء أخوتي، المؤلم بزاف هو أن المعتدية كانت عارفة شنو كدير، وبكل قواها العقلية وبكل وعي خطط باش تآدي سلمى. ماشي لحظة غضب عابرة. هاد البنت خرجت ومشات شرات شفرة الحلاقة بيدها ورجعت من المدرسة كتقلب على اللحظة المناسبة باش تضرب سلمى. يعني كانت جريمة مع سبق الإصرار والترصد. والمصيبة أنها ما ندمتش، ما عمرها قالت كلمة اعتذار، ما بان عليها حتى تأنيب الضمير، بل بالعكس رجعت كتستفز سلمى بفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، كتسخر منها ومن باها، كتضحك عليها كيف حال فرحانة باللي دارت. واش غنقول لكم اخوتي، كنسولوا راسنا وكنقولوا اش نوع ديال القلب اللي عندها. وملي دخلتنا المحكمة وقفت قدام القاضية وبدلت الهضرة ومثلت دور البنت اللي كانت غير باغية تخوفها. انا غير بغيت نخلعها ماشي نأذيها. هادشي للأسف خلاها تاخد حكم مخفف، 2 فقط و5 مليون تعويض اللي سلمى ما شافت منه متى درهم. خرجت كملت حياتها كتعمل تيك توك كتضحك، وسلمى باقا كتخيل الجرح ديالها نفسيا وجسديا، باقا كتخاف من وجهها في المراية، وباقا كتبكي في الليل بوحدها. وللأسف المعتدية خرجت وبقات سلمى بلا تعويض لا مادي لا معنوي. وعاد المدرسة ما دارت والو، ما دعماتها، ما وقفت معاها، حتى في المصاريف ديال العلاج تكلفوا بها غير والديها رغم الحالة ديالهم المادية الصعيبة. وملي بدات كتغيب وبسبب العلاج والمحاكم النفسية ديالها المضطربة قالوا مشكل ماشي ديالنا. هنا سلمى خوتي دازت من ضحية المحقورة، ضاع وجهها، ضاعت قرايتها وتكسرت أحلامها. دازت ليام وسلمى كتحاول تعيش وتكافح وترجع نفسها، ولكن المفاجأة أن البنت اللي ضرباتها كتر ما كتزيد فيهم، كتر ما كتخرج بلايفات اللي كيجرحوا وكترجع الذكريات الألم والتشويه لسلمى. سلمى بعد ما عاشت ألم ما كيتحملو حتى حد، متوقعتش شي نهار أن حياتها غادي تتغير بهذا الشكل الجذري. من هذيك اللحظة المشؤومة ما بقاتش مجرد تلميذة في المدرسة، ولكن ولات ضحية في مجتمع كان من المفترض يحميها. دخلت المستشفى هز جروح على وجهها وروحها، ولكن العذاب الحقيقي ما كانش في الألم الجسدي فقط، ولكن في غياب العدالة وفي الإحساس بالخذلان من كل مكان. المدرسة ما حماتاش، المعتدية بكل قواها العقلية كاع ما ندمت على الفعل ديالها، بل بالعكس زادت فيهم. نشرت مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي كتسخر من الألم ديال سلمى، وفي المحكمة غيرت الأقوال ديالها بحال الجريمة مجرد لعبة. والنتيجة كانت أن العدالة أبعد ما يكون على التحقيق ديالها. وخا هيداك ورغم كل شيء ورغم الفقدان سلمى ما استسلمتش، وملي باقا عايشة بهذا الوجع والدمعة اللي كانت كتخرج كل لحظة كانت كتدافع على نفسها وكتحاول أنها تلقى العدالة اللي تسلبت منها. اليوم سلمى ما بقاتش مجرد ضحية، بل أصبحت رمز للصمود والقوة، وحتى مع كل الجروح النفسية والجسدية هي باقية كتكافح. والهدف ديالها أن حياتها ما تكونش مجرد ذكرى موجعة، بل تكون بداية لرحلة شفاء وتعافي، وغادي تكون عبرة لكل واحد. ومن هنا خوتي كنوجه رسالة لكل شخص تابع هذه القصة: خذوا العبرة وكونوا حريصين على أن العدالة ما تكونش مجرد كلمة، بل فعل حقيقي، وكل واحد فينا مسؤول على حماية الآخر. إذا كنتوا أخوتي مع سلمى عملوا لايك واشتركوا في القناة، وما تنسوش تخلوا التعليق ديالكم وتشاركوا هذه القصة مع الناس. خلونا نكونوا كلنا صوت للعدالة، صوت لكل ضحية، ونحاربوا مع بعضنا كل أشكال العنف.
هذه كانت القصة ديال سلمى، وكيبقى الأمل في قلب كل واحد فينا باش المستقبل يكون أفضل. أخوتي العزاز، مع السلامة، إلى قصة أخرى إن شاء الله.